في الفيديو النهارده انا جاي اكلمك عن الايفنت بتاع سامسونج اللي كان يوم 17 يناير واللي اعلنوا فيه عن عائله السامسونج جالاكسي S24. سامسونج اعلنت كالعاده عن 3 موبايلات وهما السامسونج جالاكسي S24، ال24 بلس وال24 الترا. عايزين نتكلم النهارده عن المميزات والعيوب بتاعه الاجهزه دي على السريع كده، وهناخد عليهم نظره سريعه من الفيديوهات اللي انا جمعتها لك من اليوتيوب. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك. قولوا لي ايه رايكم في السيت اب الجديد، ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب نبدأ كلامنا كده عن ال3 موبايلات، واللي لما ناخد نظرة عليهم سريعة هنلاقيهم تقريبا بنفس الشكل بتاع الديزاين بتاع السنة اللي فاتت، نفس فكرة الهول بانش اللي هي من قدام بتاعة الكاميرا، ومن الظهر الازاز المصنفر وال3 كاميرات اللي فوق بعض. طبعا سامسونج ركزت في الايفنت ده بشكل كبير قوي على السوفت وير، واللي هو بقى الاكسبيرينس بتاعته فيها AI يعني ذكاء اصطناعي، هنجيله كمان شويه. طيب نبدا بالكلام عن الموبايلين الصغيرين الاس 24 والاس 24 بلس، واللي تقريبا من بعيد كده شكلهم شبه الديزاين بتاع السنه اللي فاتت، ولكن اللي فرقهم السنه دي هو الفريم طبعا لسه مصنوع من الالومنيوم، ولكن الديزاين بتاعه بقى مطفي كده بالظبط، نسخه من سلسله الايفونات الجديده اللي هي الايفون 15. طبعا انا هنا بتكلم على البرو والماكس، نفس شكلهم بالظبط هو السامسونج جالاكسي S24 وال24 بلس، واللي هنا بقوا يجوا ب4 الوان وهما البلاك والجراي واليلو والفايوليت. وطبعا سامسونج عملت زي كل سنه على الاونلاين ستور بتاعها في 3 الوان تانيين مختلفه، منهم لون يعني جولد كده، لون بيبي بلو، لون ثالث مش فاكره بصراحه. طيب اللي فرق الموبايلات دي عن موبايلات السنه اللي فاتت كمان وهي حجم الشاشه، بقت 6.2 على النسخه الصغيره، والنسخه البلس بقت 6.7، وده فارقها ب1 عن السنه اللي فاتت، كانت 6.1 في النسخه الصغيره، والنسخه البلس كانت 6.6. ولو ركزت على الشاشه هتلاقي البيزلز بتاعتها صغرت كمان من الاطراف اكتر من السنين اللي فاتت، وبقت متماثله من ال4 جوانب، فبقى شكلها تحفه بالظبط، بتفكرني بالايفون 15 برو ماكس، يعني بالظبط نسخه الاس 24 بلس بتفكرني بنسخه الايفون 15 برو ماكس، نفس شكل الديزاين بتاع الشاشه من الاطراف كده، شكل البيزلز، وكمان الموبايلين 6.7 يعني نفس حجم الشاشه. طبعا اللي زاد في الشاشات دي كلها على سلسله الاس 24 انها بقت تدعم برايتنس لغايه 2600 نتس، وده اللي بيفرقها عن السنه اللي فاتت. في نسخه الالترا مثلا كانت اخرها 1750 نتس، فهتبقى ممتازه في اشعه الشمس المباشره. البلس جاله ابديت كمان فرقه عن السنه اللي فاتت، واللي بيخليه خيار ممتاز قوي السنه دي، ان الشاشه بتاعته ما بقتش بس فول اتش دي بقت كواد اتش دي، يعني تقريبا 2K زيها زي نسخه الالترا بتاعت السنه اللي فاتت وبتاعت السنه دي، وكمان بتدعم ال 120 هرتز مع الكواد اتش دي كواليتي. لو جينا للابجريد اللي حصل كمان في الموبايلين دول هتلاقيه هو البطاريه، والبطاريه بقت في النسخه الصغيره 4000 ملي امبير بسرعه شحن 25 واط، وفي النسخه البلس 4900 ملي امبير بسرعه شحن 45 واط. ولو انت تستعمل الاوريجينال ادابتر بتاع سامسونج او الاوريجينال تشارجر بتاع سامسونج هيديك تقريبا ساعه كامله عشان يشحن لك البطاريه بتاعت دي او بتاعت دي. كفايه كلام بقى عن الموبايلات الصغيره، ونتكلم عن الموبايل الالترا، واللي بيجي بديزاين نسخه طبق الاصل من نسخه السنه اللي فاتت، واللي هي معايا هنا بالمناسبه السامسونج S23 الترا. الموبايل بالظبط نفس شكل الديزاين دوت، ولكن الفريم بتاعه بقى مصنوع من التيتانيوم علشان يبقى وزنه اخف ويستحمل الصدمات اكتر من النسخه بتاعه الاس 23 الترا اللي معايا هنا. والابجريد اللي حصل له بصراحه بسطني انا بشكل شخصي، وهو السكرين بتاعته اللي بقت فلات بدل ما كانت كيرف في الاس 23 الترا. مش عايز اقول لك ان حاجه زي كده هتوفر عليك كتير قوي انك تعرف تركب سكرين بروتكتور. انا بستعمل الموبايلات الالترا بتاعت سامسونج من اول الاس 10 بلس، استعملت النوت 20 الترا، ومعايا دلوقتي الاس 23 الترا، ودايما مشكلتي مع الموبايلات اللي فيها الكيرف زي الموبايلات دي هي موضوع السكرين بروتكتور. ولو انت استعملت اي موبايل منهم هتلاحظ انك مجرد ما بتركب كفر بيخلع لك السكرين من ال4 اطراف بتاعه الشاشه، والسكرين بتبوظ على طول. وكمان بقى في ميزه في استخدام القلم، انك لما بتوصل لاطراف الشاشه كده دايما في النسخ اللي فيها كيرف القلم بيتزحلق منك لتحت، لكن في النسخه اللي الديزاين فيها بقى معمول فلات زي ال24 الترا هتبقى ماسكت واستخدام القلم اريح بكتير من الجيل اللي فات. لو جيت تاخد نظره سريعه برضو على البيزلز بتاعه الشاشه هتلاقيها برضو قلت عن الجيل اللي فات. الجيل اللي فات البيزل فوق ويمين وشمال شكلها كويس، ولكن اللي تحت كان سمكها كبير شويه، فالموضوع ده اتحل في الاس 24 الترا عن طريق ان هم خلوا البيزلز في ال4 اطراف زي بعض بالظبط، متماثلين جدا. طبعا موبايلات جديده يعني الوان جديده، وانت عندك هنا 4 الوان جداد، وهم التيتانيوم جراي،
التيتانيوم بلاك، التيتانيوم يلو، والتيتانيوم فايولت. وبيعجبني قوي النسخه الفايولت ان الفريم بتاعها بيجي لونه جولد زي اللون بتاع التيتانيوم جراي. ولو خدت نظره سريعه على لون التيتانيوم جراي هتلاقيه النسخه طبق الاصل من اللون بتاع الايفون 15 برو ماكس اللي كان بيجي اللون بتاعه اسمه تيتانيوم ناتشرال او ناتشرال تيتانيوم. نفس فكره الازاز المصنفر بتاع الايفون 15 برو ماكس اتطبق هنا في الجالاكسي اس 24 الترا. على السريع كده انت بقى عندك بروسيسور جديد وهو ال 8 جن 3 واللي بقى ديزايند سبيسيفيك للجالاكسي ديفايسز الجديده علشان يديك برفورمانس قوي قوي. انا ما كانش عندي اي مشكله مع ال 23 الترا بصراحه في البروسيسور ال 8 جن 2، بروسيسور جبار قوي بصراحه. ونيجي للجزء المفضل بتاعي بصراحه في الفيديو دوت وهو الكاميرات بتاعت النسخه الصغيره العاديه والنسخه البلس هم بتوع السنه اللي فاتت، مفيش فيهم تغيير. ولكن طبعا بما ان في بروسيسور جديد في الموبايلات دي فهيفرق في البروسيسنج بتاع الصوره، ولكن السنسور هو بتاع السنه اللي فاتت. لو جينا بقى اتكلمنا عن النسخه المفضله بالنسبه لي بصراحه وهي الاس 24 الترا، هنتكلم عن السنسور ال 200 ميجا بكسل اللي حصل عليه ابجريد بقى سنسور جديد ولكن ستيل 200 ميجا بكسل زي السنه اللي فاتت، واللي كان بيديني صور ممتازه جدا بصراحه مع الاس 23 الترا. عندك الكاميرا الالترا وايد ستيل 12 ميجا بكسل، الكواليتي بتاعتها طبعا كانت حلوه في الاس 23 الترا واعتقد هتبقى احسن بسبب السوفت وير اوبتمايزيشن اللي هيبقى على البروسيسور الجديد ال 8 جن 3. طبعا نفس الكاميرا التيلي فوتو اللي هي الكاميرا ال 3 اكس علشان الصور البورتريه. والابجريد الرابع اللي بالنسبه لي عملوه حلو قوي في الاس 24 الترا واللي هو تحسه داون جريد من الاس 23 الترا، وهو ان انت كان عندك كاميرا رابعه هنا كانت 10 اكس بيريسكوب زوم لينز، يعني كانت الكاميرا بتديك زوم 10 اكس من السنسور بتاعها. الكاميرا دي كانت بتيجي بدقه 10 ميجا بكسل، لكن في ال 24 الترا الكاميرا دي بقت 50 ميجا بكسل ولكن بقت 5 اكس. فانت عندك 5 اكس اوبتيكال ديجيتال في الاس 24 الترا، ممكن تعمل زوم لغايه 10 اكس، هيبقى ال 5 اكس اللي زادوا دول هيبقوا ديجيتال. ولكن سامسونج بتوعد ان الكواليتي بتاعه الصور ديت هتبقى احسن من كواليتي الكاميرا ال 10 ميجا بكسل ال 10 اكس زوم اللي موجوده او اللي كانت موجوده في الاس 23 الترا. طبعا بنتكلم هنا على نفس البطاريه 5000 ملي امبير بسرعه شحن 45 واط واللي بتتشحن تقريبا في ساعه او ساعه و10 دقائق. طبعا الاوزان بتاعه الموبايلات هي بالنسبه لل 24 الترا مفيش تغيير، ولكن بالنسبه لل 24 العادي الصغير وال 24 بلس فهم شهدوا تحسين في البطاريه ولكن ما جاش على حساب الوزن زي ما هو زي الجيل اللي قبل. عندك من الموبايلات دي في نسختين من البروسيسور، في ال 8 جن 3 والاكزينوس 2400، ولسه بصراحه ما نعرفش الاداء بتاعهم هيبقى في فرق بينهم ولا لا، ولكن كل سنه البروسيسورات بتاعه كوالكوم السناب دراجون بتبقى اقوى من بروسيسورات اكزينوس بتاعه سامسونج. واخيرا بالنسبه لمواصفات الموبايلات، الصوره اللي قدامك دي فيها الثلاث موبايلات بالتفصيل بتاعهم، تقدر تاخد نظره سريعه عليهم كده. واسعارهم جت بصراحه حلوه بالنسبه للسنه اللي فاتت، يعني تقريبا مقاربه للسنه اللي فاتت، ولكن في مصر التسعير هيبقى شيء تاني. طبعا تتكلم في النسخه الصغيره عن $800، في النسخه البلس عندك $1000، والنسخه الكبيره اللي بقت تبدا عموما من مساحه 256 جيجا مع ال 12 جيجا بايت رام هتكلفك النسخه دي $1300. طبعا ستارت فروم $1300. الاسعار اللي انت تتوقعها في مصر تقريبا 50,000 65,000 و80 او 85,000 جنيه. طيب لو جينا للجزء بصراحه اللي بالنسبه لي ما كانش محمس قوي واللي هو شايفه فشخره وبهرجه على الفاضي، وممكن او اكيد هينزل بسوفت وير ابديت للموبايلات او السلسله القديمه اللي هي الاس 23 الترا، واكيد الاس 22 الترا كمان هيوصل لها الابديت دوت، وهي شويه حاجات خاصه بالذكاء الاصطناعي او الاي اي، كلها ابديتس حلوه ولكن مش لدرجه ان هم ياخدوا فيها نص المؤتمر بيتكلموا عن الاي اي. البروسيسور ال 8 جن 2 بتاع السنه اللي فاتت بتاع الاس 23 الترا بروسيسور قوي قوي، واي ثينك ان هو يقدر يعمل كل الحاجات اللي موجوده في السوفت وير الجديد ده بكل سهوله. طبعا ده اول موبايل بيستعمل الذكاء الاصطناعي في العالم، ومعنى ان سامسونج طبقت الموضوع ده فهي هتلاقيها مطبقاه باحترافيه كامله. والديموز والحاجات اللي شفناها في العرض الاولاني بتاع الموبايل في الايفنت كانت تحفه بصراحه. اول حاجه سامسونج في الايفنت وعدت ب7 سنين سوفت وير ابديتس للموبايلات بتاعتك، يعني انت عندك اندرويد 14 اهو، هتضمن انك معاك الموبايل ده هيوصل لك لغايه اندرويد 21، ولو انت شخص ما بتحبش تغير موبايلاتك كل شويه فهتتبسط بالسوفت وير بتاع سامسونج ان هو كل شويه او كل سنه هيجي لك ابديت للاندرويد الجديد. طبعا من اول الميزات اللي موجوده في الاي اي الجديد وهي السيركل تو سيرش، وهي عن طريق انك بالاس بن هترسم دوريه على صوره مثلا انت بتتفرج عليها اونلاين او عندك في الجاليري او فيديو عندك على اليوتيوب، تقدر تعمل سيرش على الحاجه اللي عاجباك. مثلا لو حد لابس جاكيت عاجبك ممكن تعمل عليه دوريه كده، فهو هيعمل لك سيرش عليها على طول
ويقول لك مثلا سعرها او تشتريها منين، ويجيب لك لينكات الشراء بتاعتها. عندك ميزه كمان وهي الفويس ريكوردنج ترانسكريبت، واللي هي عن طريقها ممكن تعمل فويس ريكورد لموبايلك، والكلام اللي انت هتقوله في الفويس هيتحول لترانسكريبت او لكلام مكتوب. وميزتها هنا ان الاي اي بيقدر يتعرف على الاصوات ويقسم لك الكلام لديالوج كده، شخص رقم 1 قال كذا، شخص رقم 2 قال كذا، شخص رقم 3 قال كذا. ولو انت مثلا بتحضر اجتماعات او محاضرات او كده هتبقى بالنسبه لك مفيده جدا. كمان عندك حاجه جديده في النوتس وهي النوت اسيست، ودي بتقدر تعمل لك حاجتين جداد. اول حاجه انها بتحول لك الكلام اللي انت كاتبه بالاس بن بتاعك بخط ايدك، ممكن تحوله لك لكلام مكتوب كانك كاتبه على الموبايل تايبنج عادي خالص. والحاجه الثانيه وهي السمرايز، وان هو ممكن يبقى عندك تكست مثلا 50 صفحه، تقول للموبايل اعمل لي سمرايز او لخص لي الكلام ده في 5-6 صفحات بس. ودي حاجه ايسينك متاخده من الجوجل بينج او من الشات جي بي تي، عن طريقه برضه بتقدر تعمل الكلام ده. ممكن تديله تكست وتقول له يلخصه لك فيقدر يعمل لك ليه سمرايز. طبعا بقى عندك حاجه اسمها لايف ترانسليشن، وانت بتكلم شخص، يعني لو انت بتكلم مثلا واحد بيتكلم ياباني، انت تقدر تتكلم بالعربي، الموبايل هيترجم الكلام بتاعك ليه ويروح له مترجم بالياباني، وهو يرد عليك بالياباني، الكلام هيجي لك مترجم بالعربي وتقدر تسمعه، وكمان بيتكتب قدامك على الشاشه الجمله اللي هو قالها مثلا بالياباني وترجمتها تحت بالعربي. طبعا موضوع العربي لسه مش مدعوم، انا ادي لك مثال، ولكن سامسونج وعدت ان هم شغالين على موضوع اللغه العربي وهتنزل في اقرب وقت لاجهزه السامسونج. زي ما عندك فون اسيست، فانت كمان عندك شات اسيست، واللي بيترجم لك المسجات بتاعتك بضغطه زرار واحده. الشات اسيست ده بيشتغل في المسجات العاديه خالص، وكمان بيشتغل على الواتساب. يعني انت لو بتكلم حد بيتكلم الماني، تكتب له بالعربي الكلام هيروح له مترجم الماني، هو يكتب لك الماني الكلام يجي لك مترجم بالعربي، بالظبط زيها زي الفون اسيست او الفون ترانسليشن. اخر حاجه وهي في الفوتو اب، بقى عندك حاجه اسمها فوتو اسيست زي الجنريتيف فيلم. يعني لو انت اتصورت صوره مايله وجيت تعدلها، ساعات بيبقى فيه في الاطراف جزء اسود كده، لكن عن طريق الذكاء الاصطناعي هيملى لك الفراغات السوداء اللي في الاطراف دي علشان تقدر تقص الصوره زي ما انت عايز. كمان عندك حاجات عاديه بقى موجوده في الفوتو اب في الاس 24 الترا، زي اللي كانت موجوده مثلا في الاس 23 الترا، وهي حاجه مثلا زي موضوع الريماستر بتاع الايمجز. لو انت عندك صوره الكواليتي بتاعتها مش حلوه، ممكن تعمل ريماستر فالكواليتي بتاعت الصوره بتتحسن. وخاصيه ثانيه برضو زي انك ممكن تحول الصوره العاديه لصوره بورتريه. واخر حاجه الابلكيشن بتاع الصور، بقى فيه حاجه في الايديتنج بتاعه اسمها ماجيك اديتور، واللي عن طريقها مثلا ممكن تحدد نفسك من الصوره وتكبر نفسك بالظبط كانك بتستعمل فوتوشوب، والموبايل هنا بيملأ الفراغات اللي كانت وراك بطريقه ذكيه، طبعا باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. قولوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في السيت اب الجديد، وايه رايكم في العائله الجديده بتاعه الاس 24 من سامسونج. كان معاكم محمد ابو اليزيد. يا ريت لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد لما ينزل يوصل لكم على طول، ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.